وسيونج بيكون المهاجم. بيدخل اللاعبين لمكان اللعب ورجال الأعمال بيكونوا بيتفرجوا من ورا إزاز، والمقنع بيعرفهم التعليمات وبيقول لهم مسموح إن أي واحد فيكم يقتل التاني. وبتبدأ اللعبة. سيونج بيمسك في ايده رملة من الأرض وبيخط برجل واحدة وبيرمي الرملة في عين سانج وبيدخل وسط الحبار وبيدوس على النقطة التانية وبيقول المفتش السري. وسيونج بيقول لسانج انه كان هيقتله بس هانج هي اللي منعته لكنه مش بيتأثر. واخر مرحلة سيونج لازم يوصل لراس الحبار علشان يفوز بس سانج بيمنعه وبيتخانقوا مع بعض وسيونج بيوقع سانج على الأرض بس مش بيهون عليه يقتله. وسيونج بيوصل لراس الحبار لكن بيرجع للحارس وبيقوله انه مستسلم ومش عاوز يكمل لعب وسانج هيستسلم معاه، فبيبلغ القائد ان سيونج هينسحب وهيتنازل عن الفلوس، لكن بيتفاجئ بسيونج بيطعن نفسه وقبل ما بيموت بيوصي سيونج على امه. وبتنتهي اللعبة وسيونج بيكسب وبيفوز بجايزة قيمتها 45